ده بيت دكتور عصام، ودي اسماعيلية، وده الكمين، ودي عربية دكتور عصام. اللي حصل إن العصابة سرقت العربية من تحت البيت وسافروا بيها على اسماعيلية، وأول ما وصلوا حملوا العربية ببضاعتهم، وبعد يومين كلموا دكتور عصام قالوا له عربيتك في اسماعيلية. نزل دكتور عصام راح اسماعيلية، خد عربيته اللي فيها البضاعة، وهو راجع بيها عدى على الكمين، محدش وقفه طبعا لأنه تابع لوزارة العدل. وصل وركنها تحت بيته. جت العصابة خدت العربية، خدت منها بضاعتها ورجعت بيها اسماعيلية، وعدوا على الكمين محدش وقفهم لأن العربية فاضية ما فيهاش حاجة، وركنوها في اسماعيلية وحطوا بضاعتهم تاني. كلموا دكتور عصام قالوا له عربيتك تاني في اسماعيلية. نزل دكتور عصام راح اسماعيلية، خد العربية اللي فيها البضاعة، وهو راجع اتمسك في الكمين. طب ما انت بتفهم اهو. امال بقالك 4 سنين ما حلتش قضيه ليه؟ أسباب كتيرة يا دكتور، منها غياب التوفيق وعكوسات كتير في طريقي، بس أنا القضية دي بالذات ركزت فيها لأنها تخص حضرتك. خد بالك، إحنا معانا نقطة قوة في صالحنا. اللي هي ايه؟ وجود عربي معانا؟ يا دكتور بعد اذنك انا مش عاوزك تقلق خالص. انا كان ليا زميل في المصلحه رئيسه حصل له نفس اللي حصل لك بالظبط، ولبس تهمه مش تهمته. المهم الاتنين اللي شغالين معاه في المصلحه جولوا البيت عشان يساعدوه. وايه اللي حصل؟ قدم لهم حاجه يشربوها، ما سابهمش زي ما حضرتك سايبنا كده. حقيقي. مش عايز اسمع كلمه حقيقي. المدام هرياني في البيت حقيقي. نقطة القوة إن العصابة نفسها ما تعرفش إن عربيتك اتمسكت، فهيرجعوا تاني يسرقوها. طب وفين الخطه في اللي بتقوله؟ إحنا هنديهم الأمان وهنسيبهم يسرقوا العربية ونراقبهم وهم بيفرغوا البضاعة. ساعتها هنظبطهم متلبسين ونقدر نبلغ عنهم. ما هو مش هيلاقوا البضاعه. ما انا لما اتمسكت في الكمين الحاجه اتحرزت. هنحط مكانها حنة، مش هنغلب في الموضوع ده، احنا طب شرعي. بس ده شغل نيابه، احنا لازم نبلغ كريم بيه. كريم بيه لا هيسمعنا ولا طايق يسمع سيرتنا، فقد الثقة فينا. طب وهنراقبهم ازاي؟ نحط GPS في العربيه؟ GPS لو دخلوا في حتة ما فيهاش شبكة مش هيبعت لوكيشن. لازم حد مننا يبقى جوه العربية، مش معاهم طبعا، يعني يبقى في شنطة العربية الاتنين التانيين مراقبينه بعربيتي. طب وشنطه العربيه دي تاخد بني ادم؟ حطينا فيها مصابرين قبل كده. مين المصابرين؟ واحدة كانت مش مهم دلوقتي يا دكتور. طيب ومين بقى اللي هيقوم بالمهمه دي؟